مرحبا، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير. وصفة اليوم حتكون عدة انواع من المقبلات، ان شاء الله يعجبكم الفيديو. يلا نبلش بالنوع الاول. النوع الاول هنا راح اسوي سلطة السبيناغ. هاي سبيناغ الصغار عندي، وهنا شوية مخبوط وياه هاي نوعية من الخس. بعدها راح اضيف للخضار، راح استخدم شوية خيار مقطع مكعبات ناعمة، طماطم، شرائح بصل، وهنا عندي الفجل. راح اضيفهم سوية كلهم. هسه بعدها راح ابدي اضيف التتبيلة مالتها. راح اضيف شوية من عصير الليمون، راح اضيف شوية من شراب الرمان، تقريبا ملعقتين اكل هاي الكمية. بعدها راح اضيف زيت زيتون، وراح اضيف الملح طبعا حسب رغبتكم. طبعا اذا تحبون شوية تصغرون من حجم الخس والسبيناغ هذا يرجع لكم. هسه راح امزجهم كلش زين. ابدي احضر النوع الثاني من المقبل. انا عندي باذنجان قطعته بهذا الشكل وملحته. هسه راح اقضي كل الوجبة وبعدها نكمل الخطوات. بعد ما قليت الباذنجان شوية حمصت كمية قليلة من اللوز. هسه راح ابدي احضر التتبيلة. راح احتاج هذا النوع من المقبلات تقريبا 3 خواشيق من اللبن. راح اضيف عليهم خاشوقة واحدة من الراشي، وراح اضيف فص ثوم وشوية زيت زيتون، وراح اضيف شوية من عصير الليمون، وراح اضيف ملح، واضيف شوية كمون. بعدها راح اضيف الباذنجان. هسه بعد ما خليتها بطبق التقديم راح ابدي ازينها. هنا أنا راح اوزع شويه من هنا أنا راح اوزع شويه من اللوز اللي حمصته، اخليه على الوجه بهاي الطريقه. وراح اضيف شويه هم رمان يطلع طعمها طيب. اذا تحبون تخبطوها ويا اللبن والباذنجان هم طيبه تطلع. واخر شي شويه راح ازينها بالمعدنوس. هبدي احضر البابا غنوج. اني استخدم هاي العلب اللي هو باذنجان مشوي، واضيف عليها شويه منكهات. هسه راح اضيف كميه من الباذنجان، راح اضيف عليها خاشوقه واحده من اللبن، وخاشوقه واحده من الراشي، وراح اضيف شويه ملح، وشويه زيت زيتون، وشويه من عصير الليمون، وفص ثوم واحد مهروس ناعم. هسه راح ابدي احضر النوع اللاف من المقبلات. هنا عندي شوندر مسلوق قطعته مكعبات بهاي الشكل. راح اضيف له رمان، راح اضيف له شويه معدنوس مثروم ناعم. هسه راح اضيف لهم ملح، وراح اضيف شويه زيت زيتون، واخر شي راح اضيف شويه من عصير الليمون. هنا عندي لهانة حمراء غسلتها كل زين وقطعتها شرائح كلش رفيعة. هسه راح اضيف لها ملح، وراح اضيف لها شوية راشي تقريبا ملعقتين اكل، وراح اضيف عصير الليمون، وفصين من الثوم، وراح اضيف معدنوس مثروم ناعم، واخر شي راح اضيف زيت الزيتون. راح اضيف هواية من زيت الزيتون لانه شوية اللهانة الحمرا تكون قوية. هسه راح امزج المكونات كلها سوية. والافضل من هاي النوع من المقبلات انه تعوفوها ساعتين الى 3 ساعات حتى يطلع طعمها اطيب من تكلين اللهانة. فيديو اليوم صار جاهز. ان شاء الله حبيتوا هذا الفيديو. اذا حبيتوا الفيديو يا ريت تسووا لي لايك وتشاركوه ويا الاصدقاء حتى تكبر القناة. شكرا جزيلا، مع السلامة.